كده ده الجزء الاخير من الجاكيت، وانا خلصت خلاص الجسم وعملت غرزة الرب زي ما قلت لكم وقفلتها. انا هوريكم برضو طريقة التقفيل في الاخر، هوريها لكم تاني. هنا انا خلاص عملت الجزء ده ناحية ايدي اليمين، انا عملتها عشان اوريها لكم. لقطت الغرز على طول ده كده، طول الجاكيت كله، واشتغلت فيه غرزة الرب. فانا دلوقتي هعلمكم ازاي نلقط غرز على الناحية دي ونشتغل فيها زي دي بالظبط كده غرزة الرب. دلوقتي محتاجين نعرف حاجتين، محتاجين نعرف عشان نقدر نعمل غرزة الرب دي، محتاجين نعرف ان احنا هنلقط الغرز منين وهنبدأ من اي ناحية. تمام كده؟ اول حاجة هنبدأ هنلقط منين. لو مسكتي البلوفر بتاعك كده، هي يعني هو مكور كده، افرديه وهتلاحظي على طول البلوفر فيه سبعات من اول تحت لحد فوق، فيه سبعات. هي دي السبعات اللي انا هلقط منها. هحاول اقربها لكم عشان تشوفوها. من اول خالص هنا في سبعة اهي اهي، دي السبعة، دي السبعة اللي بعدها، دي السبعة اللي بعدها، دي اللي بعدها، وهكذا. هي دي السبعات اللي انا هلقط منها الغرز، وهوريكم ساعتها ازاي. المهم يعني محتاجين دلوقتي نعرف ايه، نعد السبعات دي على طول البلوفر كله. يعني هتعديها ازاي؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7. تمام كده؟ فانت هتعملي ايه؟ هتعدي كل السبعات دي بطول البلوفر لحد الاخر. انا عديت عدد الغرز اللي عندي ولقيتها 100. دلوقتي انا محتاجه يبقى عندي كام غرزه؟ انا محتاجه يبقى عندي تكرار 4 زائد 2. محتاجه يبقى عندي المعادله دي، تكرار 4 زائد 2. الموضوع ده انا شرحته في الجزء الثاني في الجسم نفسه. ساعتها لما عدينا برضو عدد الغرز وقلت لكم ان انا محتاجه تكرار 4 زائد 2، وساعتها قلت لكم ان احنا محتاجين لا اما ننقص غرز لا اما نزود غرز، وقلت لكم هننقص فين. تمام؟ هنعمل نفس الطريقه دي هنا. تمام؟ ليه؟ لان انا عايزه ابدا ب2 غرزه عدل على الوش وانتهي ب2 غرزه عدل على الوش. بس المره دي اللي منكم ما فهمش الجزء بتاع الجسم اللي من تحت في الجزء الثاني، انا هشرحها دلوقتي على ورقه وقلم. تمام؟ عشان يبقى الموضوع بالنسبه لكم واضح. فهشرحها على ورقه وقلم وهقول لكم يعني ايه تحصلوا على تكرار 4 زائد 2 عشان نقدر نعمل غرزه الرب. يا ريت يا جماعه تركزوا معايا في الجزء ده كويس. انا هحاول اعملها لكم على ورقه وقلم. اللي منكم بيكره حته الحساب يحاول يركز في الجزء ده كويس. احاول افهمكم يعني ايه تكرار 4 زائد 2. انا دلوقتي عندي 100 غرزه، انا عديت عدد الغرز اللي عندي ولقيتهم 100. تمام كده؟ تكرار 4 زائد 2 اللي هي عباره عن 4 في زائد 2. تمام كده؟ 4 في المكان ده انا سايباه فاضي وهتعرفوا ليه. هي دي المعادله بتاعه تكرار 4 زائد 2. هنحط هنا رقم ايه؟ هنحط هنا كذا رقم عشان نقدر نوصل لرقم مناسب لرقم 100. اول حاجه هنعملها ان احنا هنقسم ال100 دي على 4. تمام؟ لما قسمتها على 4 ادتني رقم صحيح اللي هو 25. ممكن الرقم اللي عندك تقسميه على 4 يديكي رقم فيه كسر، هتسيبي الكسر وتاخدي الرقم الصحيح نفسه. يعني مثلا لو اديتك 25 وربع، 25 ونص، سيبي النص والربع وخليكي في ال 25 نفسها. هحط هنا 25. تمام كده؟ ال 25 دي هاخد رقم قبلها وبعدها، رقم اللي هو 24 و 26. تمام كده؟ الموضوع بسيط. وهحط فيهم المعادلة. يعني هنا في 4 في 4 في 4 واقفل القوس. الموضوع بسيط، كلنا عندنا آلة حاسبة في البيت او على الموبايل على اللابتوب. هتقومي حاطه المعادله دي كده، هتفتحي قوس تكتبي 4 في 24 وتقفلي القوس زائد 2. موضوع بسيط. انا شويه كاتبه انجليزي بعربي، ما علينا، تجاهلوا الموضوع ده. المهم 4 في 24 وتقفلي القوس زائد 2. المعادله دي هتساوي 98 غرزه، والمعادله دي هتساوي 102. انا بحاول اكتب عربي بس برضو بكتب انجليزي. ماشي. ودي هتبقى تساوي 106. عايزين نشوف فين اقرب رقم ل 100. 106 ده بعيد قوي عليا فهسيبه. دلوقتي عندي رقمين اللي هو 102 و 98. تمام كده؟ دول اقرب رقمين عندي، 102 و 98. لا اما حاجه من الاثنين، لو نقصتيهم هتلاحظي ان هنا محتاجين لا اما
ننقص غرزتين لا اما نزود غرزتين. بالنسبه للجسم نفسه انا قلت لكم براحتكم اختاروا اللي انتوا عايزينه، سواء تنقصوا او تزودوا، وقلت لكم ساعتها هتزودوا وتنقصوا فين، اللي هو هتمشوا من الجزء اللي تحت البط وتمشوا للاخر وتزودوا في الحته دي. تمام، لو عايزين تزودوا او تنقصوا. لكن في الجزء بتاع الرب اللي احنا هنعمله دلوقتي حالا انا هعمل فيه ايه؟ هختار التنقيص مش هختار التزويد. ليه؟ لاني انا لو زودت هتحسي ان هي مكلكعه شويه، فانا محتاجه ان انا انقص مش ازود، فانا هختار التنقيص. فانا هختار ان انا انقص غرزتين وهوريكم ساعتها ازاي. هحاول اوريكم هحاول اشرحها لكم تاني. تمام، وهنختار مثلا عدد عشوائي. لو انت مثلا عديتي عدد الغرز بتاعتك وطلعوا 77، تمام كده، العدد الغرز ده ممكن يكون عدد الجسم نفسه او عدد الطول بطول البلوفر اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هي غرزه الرب، سواء دي او دي انا بستخدم نفس الطريقه. تمام، ادي رقم 77 مثلا، وادي المعادله بتاعتي هحطها على جنب كده على ورقه واقفل القوس واكتب زائد، هي دي المعادله بتاعتي. تمام كده، والمكان ده انا سايباه فاضي لان انا هحط فيه 3 احتمالات. تمام كده، الاحتمالات دي هجيبها منين؟ هاخد الرقم اللي عندي اللي انا عديته وطلع 77 هقسمه على الاربعه هيطلع لي 19 وكسر. تمام كده، هسيب الكسر واخد الرقم الصحيح نفسه واحطه هنا. بعد كده اخد رقم قبله وبعده، 19 قبليها 18 وبعديها 20، وبعد كده احطها في المعادله في 4 في 4. وهستخدم دلوقتي الآلة الحاسبة في ان انا اعمل كده، هفتح قوس اكتب 4 في 20 واقفل القوس زائد 2 زائد 2 زائد 2 واشوف هيساوي كام. 4 في 20 زائد 2 هتبقى 82، و19 هنا هتبقى 78 وهنا هتبقى 74. انا بحاول اكتب لكم عربي بصراحة بس مش عارفة. المهم 74 دول الثمان ارقام اللي عندي، الثلاث ارقام اللي عندي قصدي. تمام كده، عايزه اشوف اقرب رقمين ليهم. ادي الرقم 77. 82 ده هتلاحظي ان هو بعيد قوي، فدلوقتي عندي رقمين هما اللي قريبين، 74 و78. هنا هنزود غرزه، لو طرحتيه هتلاحظي ان احنا هنزود غرزه. هنا هننقص 3 غرز، انت هتختاري انهي واحده منهم. زي ما قلت لكم لو الموضوع ده للجسم اللي هو من تحت اللي انا شرحته في الجزء الثاني، براحتك اختاري انك تزودي او تنقصي. تمام كده، اهم شيء تزودي وتنقصي بعاد عن بعض عشان ما يبانوش، زي ما انت عايزاه، عشان تقدري تحصلي على رقم مناسب لتكرار 4 زائد 2. لكن لو انت هتعملي غرزه الرب اللي انا لسه هعملها دلوقتي حالا اللي هي طول البلوفر، هختار ايه؟ هختار التنقيص نفسه، مش هختار التزويد. التزويد هيخليها مكلكعه، هختار التنقيص. تمام كده، فهي دي الطريقه. وانا شغاله هسيب 3 غرز وهوريكم ازاي. يعني مثلا ده عرض البلوفر، هسيب غرزه هنا وغرزه من هنا وغرزه من هنا وهوريكم ساعتها ازاي. المهم يعني تجاهلوا الحته دي. المهم دلوقتي ان انا هختار ان انا انقص 3 غرز. هي دي يا جماعه الطريقه. اول حاجه هتعدي عدد الغرز اللي عندك. تمام، انا عديت مثلا ضربت اي رقم، انا نفسي عديتها لقيتها هنا 100. انا حطيت لكم كمان رقم احتياطي مثلا لقيتهم 77 مثلا، واحط المعادله 4 فيه واسيب المكان ده فاضي زائد 2. هقسم الرقم اللي عندي على 4. تمام، واحط الرقم ده هيطلع لي مثلا كسر او رقم صحيح، هاخد الرقم الصحيح واسيب الكسر واحط 19 هنا، رقم قبليه رقم بعديه واحطه في المعادله واشوف اني اقرب رقم ليهم. هستبعد واحد واشوف رقمين، هتطلع لك واحد فيه تنقيص واحد فيه تزويد. لو للجسم شوفي الرقم اللي انت عايزاه، يعني عايزه تزودي عاوزه تنقصي براحتك. لكن للجزء بتاع الرب اللي انا هعمله دلوقتي محتاجه ان احنا ننقص، فاحنا محتاجين ننقص 3 غرز. كده احنا فهمنا الجزء ده. عشان القط الغرز عايزه اعرف الاول هبدا القط منين. هبدا منين؟ دي ناحيه لناحيه ايدي الشمال ودي ناحيه لناحيه ايدي اليمين. في الناحيه ناحيه ايدي الشمال هجيب البلوفر كده وهبدا القطه من هنا من تحت لفوق. تمام، من اول هنا كده، وهوريكم ازاي هنلقط ازاي. لكن اللي ناحيه ايدي اليمين من فوق لتحت، يعني هجيب البلوفر كده وهبدا القط من فوق لتحت. طبعا انا خلاص خلصت الجزء ده، يعني المفروض نبدا من اول هنا لحد الاخر. دي البدايه بتاعتنا. اوكي، عشان بس البلوفر كبير قوي فانا مش قادره اجيبه كله في الكاميرا، بس على العموم اللي ناحيه ايدي الشمال هتبداي لقط الغرز بتاعتك من اول هنا لحد فوق، من تحت لفوق، وهتجيب البلوفر بتاعك كده. لكن لو هتعملي الاول ناحيه ايدك اليمين هتمسكي البلوفر كده
وتبدأي من اول فوق لحد تحت، تبدأي من اول 7 من فوق لحد تحت، ودي طبعا خلصتها. انا كده خلاص لفيت البلوفر علشان ابدا القط الغرز من اول هنا اللي هي من تحت لفوق. الناحيه دي اللي هي ناحيه ايدي الشمال اللي كنت حاطه البلوفر كده، دي ناحيه بتاعت تحت ايدي الشمال اللي قلت لكم فيها ان انا هبدا من تحت لحد فوق، وناحيه ايدي اليمين هبدا من فوق لحد تحت. ليه؟ عشان الوش بتاع البلوفر يبقى قدامي كده. تمام؟ فانا لفيت البلوفر اهو كده، تقريبا باين شويه ان انا فين. فهبدا من تحت لفوق ناحيه ايدي، وده الجزء بتاع ايدي الشمال. الخيط ده عباره عن ايه؟ ده الخيط بتاع تكمله غرزه الرب من هنا. بعد ما قفلت انا ما قطعتهوش وقلت اكمل بيه. تمام؟ هوريكم بقى ازاي نلقط الغرز. هقرب بقى الجزء ده كده شكل السبعات اللي احنا قلنا عليه. ادي اول 7، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. تمام كده؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد ابره الكروشيه وامسك الخيط بالمنظر ده. تمام؟ واول 7 خالص هدخل تحت الرجلين بتوعها، هاخد الرجلين بتوعها وادخل تحتيها واقوم واخده الخيط واقوم خارجه منها، ودي كده اول غرزه، واسيبها على الابره واشوف فين ال7 اللي بعديها. ادي ال7 اللي بعديها هقوم داخله تحتيها واقوم واخده لفه على الخيط واقوم خارجه واسيبهم على الابره. هقوم داخله واحد بعد ال7 اللي بعديها واقوم واخده لفه على الخيط واسيبها على الابره. هتلاحظي ايه دلوقتي؟ كل 7 من دول اللي هي الغرزه دول جنبيها الغرزه بتاعتها اللي انا دخلت فيها، دي جنبيها دي، ودي جنبيها دي، ودي جنبيها دي، وهكمل بالمنظر ده. تمام؟ وهسيبهم على الابره. بعد ما تخلصي حبه كده مثلا هتقومي محطاهم على الابره. لو حطيتي الغرزه دي كده على الابره في الاتجاه ده اللي هو كده، هتلاحظي ان الغرزه هتتحط غلط على الابره. يعني ايه؟ يعني اللوب الخلفي هو اللي هيبقى ناحيه ايدي اليمين. اللي منكم اتفرج على الفيديو بتاع اخطاء في التريكو وطريقه تصحيحها هيكون فاهم الجزء ده. تمام؟ فممكن تروحي تتفرجي عليه وتيجي. المهم دي الغرزه كده، الغرزه محطوطه غلط على الابره. فهاجي ازاي هلقطها؟ ازاي؟ هقوم جايه من ورا لقدام كده، من ورا لقدام، من ورا لقدام، يعني كاني هاخدها كده عادي بس هلفها. تمام؟ احطها كده مكانها واقوم لفيها من ورا لقدام. من ورا لقدام، من ورا لقدام كده. انا نقلت الغرز على الابره، وهي دي الطريقه اللي احنا بنلقط بيها الغرز. نلقط الغرز على ابره الكروشيه ونسيبها حبه على الابره، يعني نجمع حبه وبعد كده ننقلهم على الابره دي. ازاي بقى نلقط 98 غرزه مش 100 غرزه؟ هعمل ايه؟ انا دلوقتي محتاجه انقص غرزتين، فهعمل ايه؟ هسيب غرزه من هنا وغرزه من هنا من غير ما ادخل بيها بابره الكروشيه والقط منها غرز. يعني هسيب غرزه من هنا وغرزه من هنا، وهوريكم ازاي. طب افرضي انت حسبتي الحسبه بتاعتك وطلعتي المفروض تسيبي غرزه واحده، هتسيبيها مثلا من النص. طب افرضي حسبتي الحسبه وطلعت ان انت المفروض تنقصي 3 غرز عن العدد اللي عندك، هتسيبيهم مثلا واحده من هنا، واحده في النص، وواحده هنا. هي دي الطريقه يا جماعه. هوريكي بقى ازاي تقدري تسيبي الغرز. شوفي الاول الغرزه اللي عليها الدور، دي الغرزه اللي عليها الدور، هدخل جواها واخد الخيط واخرج. اللي بعدها هدخل جواها واخد الخيط واخرج. اللي بعدها هدخل جواها واخد الخيط واخرج. اسيب بقى ازاي غرزه؟ يعني شايفين ال7 دي هسيبها وادخل على طول على اللي بعدها اهو. في 7 هنا دي هسيبها وادخل على اللي بعدها على طول، وبكده انا 6 غرزه. ما تخافيش لو كان مثلا حسيتي ان في فجوه هنا، بعد اول صف من غرزه الرب هتروح، واكمل عادي جدا. هقوم داخله على بعدها واسيب اشتغلها يعني، وهكذا. هوريكم مره كمان ازاي تقدري تسيبي غرزه. دي مثلا دي الدور عليها، ممكن اسيبها واقوم داخله على طول على اللي بعدها، بس انا خلاص سبت واحده. بعد ما اخلص حبه كده، دول الغرز ودي الغرزه اللي انا سبتها ودي بقيه الغرز التانية، هقوم حطاهم على الابره وارجعهم عادي كده. كده اهو انا لقطت الغرز. في غرزه هنا، في فجوه هنا فاضيه، دي اللي هي مكان الغرزه اللي انا سبتها.
وهكمل عادي بالمنظر ده. اوريكم مره كمان. اخر غرزه خرجت منها اهي، شايفينها تحت السبعه دي، الخيط ده خارج من تحت السبعه دي، يبقى الدور على السبعه اللي بعدها هدخل جواه كده بابره الكروشيه تحت السبعتين اللوبين بتوعها، واخد خيط واقوم سايباه على الابره، هاخد خيط واقوم سايباه على الابره، هاخد خيط واقوم سايباه على الابره. تمام. ويا ريت وانتي شغاله تعدي عدد الغرز اللي انتي عاملاها. لو انتي هتسيبي غرزه مثلا الدور على الغرزه دي هتسيبيها وتقومي داخله على اللي بعدها، يعني هسيب دي واقوم داخله على اللي بعدها على طول واقوم واخده غرزه. تمام كده. هي دي يا جماعه الطريقه. اهم شيء مهما كانت الحسبه بتاعتك، سواء هتسيبي 3 غرز او هتسيبي غرزتين او هتسيبي غرزه، تمام، في التنقيص هتسيبيهم بعاد عن بعض شويه. يعني انا مثلا هنا هسيب غرزتين فهسيب واحده هنا وواحده هنا، تمام. لو انت هتسيبي 3 غرز، واحده هنا واحده هنا واحده هنا، تمام. اهم شيء يبقى الغرزتين مش جنب بعض عشان ما يسيبوش فجوه كبيره. هكمل انا القط الغرز كلها بنفس الطريقه، وزي ما قلت لكم هسيب غرزه هنا، وحاولي تلقطي الغرز كلها لحد الاخر، يعني تلقطي لحد الاخر خالص لحد هنا، ما تسيبيش غرزه عشان هتلاقي فيه سلمه كده، فحاولي تلقطي لحد الاخر. ونتقابل ساعتها عشان نبدا في غرزه الرب. كده خلاص انا لقطت الغرز كلها، بدات من اول هنا وخلصت لحد هنا، لقطت اخر غرزه من هنا. وزي ما قلت لكم 6 غرزه من هنا و6 غرزه هنا عشان يبقى العدد مش 100، يبقى العدد 98. وهنبدا دلوقتي نعمل غرزه الرب. انا لفيت على الظهر لان انا اول صف ليا هيبقى على الظهر، تمام. قبل ما نبدا غرزه الرب لازم الاول نتاكد من الغرز، فعديها. انا عديتها طلعوا 98 غرزه، فكده تمام. فدلوقتي هبدا غرزه الرب على الظهر. زي ما قلنا غرزه الرب على الظهر هتبدا ب2 غرزه مقلوبه وهتنتهي ب2 غرزه مقلوبه، ولما الف على الوش هتبدا ب2 غرزه عدله وهتنتهي ب2 غرزه عدله. هبدا دلوقتي اشتغل على الظهر وهبدا ب2 غرزه مقلوبه، تمام. هاخد الابر كده، هو بس البلوفر كبير فمش باين كله في الكاميرا، بس انا هقرب لكم الجزء اللي انا هشتغل فيه. تمام. ادي اهو الغرز قربتها لكم، وادي الخيط، دي الغرز اللي انا لقطتها كلها. وفي هنا هتلاحظوا في فراغ، ده الفراغ بتاع الغرزه اللي انا ما لقطتهاش، ويعني ما سبتها، وما تلاقيش هتلم بعد اول صف من غرزه الرب. انا هاخد الخيط كده وامسكه واخليه من قدام. في قاعده دلوقتي، اول غرزه دايما بسحبها من غير ما اشتغلها، فانا هدخل جوه اول غرزه كده واسحبها من غير ما اشتغلها، ودي كانها كده غرزه مقلوبه معايا. بعد كده هبدا اشتغل غرزه الرب بتاعتي اللي هي غرزه مقلوبه، زي ما قلت لكم على الوش على الظهر هشتغل ب2 غرزه مقلوبه. يبقى دلوقتي عندي غرزتين، اول غرزه سحبتها من غير ما اشتغلها، وتاني غرزه مقلوبه، دول كده يعتبروا اول حاجه اللي هو غرزتين مقلوبين يعتبروا كده، تمام. بعد كده هبدا الباترن بتاعي اللي هو 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، تمام كده. وهكمل بالمنظر ده 2 عدله 2 مقلوبه. خلصت الاتنين مقلوبه هشتغل 2 عدله، تمام. بعد كده 2 مقلوبه، غرزه الرب العاديه خالص. بعد كده 2 عدله، الغرزه دي محطوطه غلط على الابره، اللي منكم اتفرج على الفيديو بتاع اخطاء في التريكو طريقه تصحيحها هتلاحظي ان الغرزه محطوطه غلط. ليه؟ لان اللوب الخلفي هو اللي باين. هتاخديها كده وتعكسيها وتحطيها على الابره وتشتغلي دورها. انا اشتغلت غرزه واحده بس عدله، فهشتغل واحده عدله، بعد كده 2 مقلوبه، وهشتغل بالطريقه دي لحد الاخر. وزي ما قلت لكم هنتقابل لحد الاخر، وهوريكم ان في الاخر هشتغل 2 غرزه مقلوبه، يعني بدات ب2 غرزه مقلوبه وهنتهي ب2 غرزه مقلوبه. بعد كده هلف واوريكم ان احنا المفروض في الوش هنبدا ب2 غرزه عدله، تمام. هكمل بالمنظر ده 2 عدله 2 مقلوبه 2 عدله 2 مقلوبه لحد ما اوصل للاخر. الموضوع هنا بسيط مش مستاهل. كده انا خلصت غرزه الرب بتاعتي اللي هي 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، بس بدات زي ما قلت لكم انا هنا على الظهر بدات ب2 غرزه مقلوبه، واشتغلت 2 عدله 2 مقلوبه وهكذا.
وكملت بقايا 4 غرز هعملهم معاكم. الدور دلوقتي على 2 غرزة عدلة، فهشتغل 2 عدلة والخيط ورا، واهو هنتهي ب2 غرزة مقلوبة. كده العدد بتاعي صح. تمام، يبقى بدأت ب2 غرزة مقلوبة وهنتهي ب2 غرزة مقلوبة. بعد كده هنلف عشان اشتغل على الوش. كده انا لفيت وهبدأ اشتغل في الوش. هبدأ ب2 غرزة عدلة وانتهي ب2 غرزة عدلة عكس الظهر. اقربها لكم. في قاعدة هنا، اول غرزة دايما بسحبها من غير ما اشتغلها سواء على الوش او على الظهر. على الوش هتبقى كأنها غرزة عدلة، على الظهر هتبقى غرزة مقلوبة. يعني ايه؟ يعني دي هسحبها كده من غير ما اشتغلها وهتعتبر كأني عملتها غرزة عدلة، لان هنا على الوش اول غرزتين المفروض يبقوا غرزتين عدلين. فالدور دلوقتي على ايه؟ على غرزة عدلة. تمام. بعد كده هشتغل عادي بقى واكمل 2 غرزة مقلوبة 2 عدلة وهكذا. دول 2 غرزة مقلوبة. يبقى هكمل كده على الوش هبدأ ب2 غرزة عدلة وانتهي ب2 غرزة عدلة. على الظهر هبدأ ب2 غرزة مقلوبة وانتهي ب2 غرزة مقلوبة، وهكمل غرزة الرب اللي هي 2 غرزة عدلة 2 مقلوبة 2 عدلة 2 مقلوبة لحد ما يبقى عندي 8 صفوف من غرزة الرب. وهنتقابل ساعتها عشان اوريكم ازاي هنقدر نقفل. هعلمكم ازاي تقدروا تقفلوا الجزء ده. كده انا خلصت 8 صفوف من غرزة الرب وهبدأ دلوقتي التقفيل. هو طبعا مش باين كله لانه كبير، بس انا كده خلصتها على الوش وعلى الظهر. بدأت ب2 غرزة عدلة وانتهيت ب2 غرزة عدلة على الوش، وعلى الظهر ببدأ ب2 غرزة مقلوبة وانتهي ب2 غرزة مقلوبة. وزي ما قلت لكم اول غرزة دايما بسحبها من غير ما اشتغلها. تمام كده، والخيط قدامي. هوريكم بقى ازاي ممكن نقفل القطعة دي. نقرب لكم الجزء ده. طريقة التقفيل اللي انا هعملها دلوقتي دي ممكن تستخدميها في الجسم من تحت اللي هي هنا، وبس مش هينفع تستخدميها في الكم نفسه لانها هتبقى ضيقه ومش هتعرفي تدخلي ايدك. فمحتاجه تستخدمي طريقه تقفيل الرب بطريقه واسعه اللي هي موجوده فيديو ليها على القناه. تمام. اول غرزه زي ما قلنا بنسحبها من غير ما نشتغلها حتى في التقفيل برضو. بعد كده اشتغل غرزه عدله واقوم مخرجه الغرزه دي من دي. انا دلوقتي عملت ايه؟ العدله عدله والمقلوب مقلوبه. الغرزه العدله هشتغل عدله والمقلوب مقلوبه. تمام. واول ما يبقى عندي غرزتين على الابره هخرج واحده من الثانيه. هي دي الطريقه اللي انا هستخدمها هنا. دلوقتي الدور على غرزه مقلوبه هقوم شغلاها غرزه مقلوبه. عندي 2 على الابره هقوم مخرجه دي من دي. دلوقتي عندي غرزه مقلوبه هشتغلها مقلوبه واقوم مخرجه دي من دي. دلوقتي عندي غرزة عدلة هشتغلها عدلة. عندي غرزتين اهم هقوم مخرجة دي من دي. دلوقتي عندي غرزة عدلة هشتغلها عدلة واقوم مخرجة دي من دي. دلوقتي الدور على غرزة مقلوبة. هخلي الخيط قدامي واشتغلها مقلوبة. بعد كده اخرج عندي 2 هما على الابرة هقوم مخرجة دي اخش جواها كده واقوم مخرجاها من دي. الدور على غرزة مقلوبة هقوم شغلاها مقلوبة. بعد كده اخرج عندي 2 على الابرة دلوقتي هقوم مخرجة دي من دي. الدور على غرزة عدلة هشتغلها عدلة يبقى عندي 2 على الابرة هقوم مخرجة دي من دي. الدور على غرزة عدلة هشتغلها عدلة واقوم مخرجة دي من دي، وهكذا. العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة، وكل ما يتبقى عندي غرزتين على الابرة هخرجهم من بعض. هعمل لكم واحدة كمان. الدور على غرزة مقلوبة هدخل جواها واشتغلها مقلوبة ويبقى عندي 2 على الابرة هقوم مخرجة دي من دي. هو ده الشكل اللي هيبقى عندي من التقفيل. من فوق عبارة عن سبعات وهتبقى ماسكة نفسها كده، وده اللي انا عايزاه. هكمل التقفيل بتاعي لحد الاخر واقابلكم عند الاخر. كده انا خلصت التقفيل كله ووصلت لحد الاخر. فهوريكم بقى الجزء ده. قربتها لكم كده. اتبقى 3 غرز
الغرزة اللي بنقول عليها هي غرزة مقلوبة، هشتغلها مقلوبة واقوم مخرجة دي من دي، اتبقى غرزة عدلة هقوم مخرجة دي من دي، ناقص غرزة عدلة واقوم مخرجة دي من دي. تمام كده. بعد كده هقوم شادة الخيط ده كده واقوم اعمله لوب كده، اشده واقوم مدخله الخيط ده جواه واشد. في الاخر خالص هجيب ابرة الكروشيه واخد الخيط ده واقوم مدخلاه هنا كده، اقوم مدخلاه في الخيوط دي في الغرز دي كده واخبيه واعمله عقده. تمام كده انا خلصت بالتقفيل. هي دي طريقه التقفيل اللي انا هستخدمها في الجسم من تحت. ممكن تستخدمي دي، يا اما تستخدمي اللي هي تقفيل غرزه الرب بطريقه واسعه، شوفي اللي يريحك. وبكده اكون خلصت الجاكيت. كل اللي ناقص اللي احنا مثلا ناخد الخيوط دي ونقوم ممشيينها هنا ونربطها، ده اللي ناقص بس في الجاكيت، وكده اكون خلصته. تمام. الجاكيت ده خد مني وقت طويل جدا ومجهود كبير عشان اصوره لكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.